من نفس المكان اللي ظهرت فيه الاناديل الصوره اللي قالت ان في اناديل سامه على شط بورسعيد. الهدف منها غير معروف. احنا من نفس المكان هنتكلم مع كل الناس، هنتكلم مع صاحب المكان، هنتكلم مع احد المنقذين، وهنتكلم مع احد رواد الشط. هنشوف الحقيقه ايه في شط بورسعيد. هو شط بورسعيد فعلا زي ما قالوا ان في اناديل سامه محدش يجي شط بورسعيد، ولا ايه كانت الحقيقه؟ وكمان بقى عشان تكون الحقيقه واضحه، احنا جبنا معانا قنديل. احنا مش هنقول ان الاناديل مش موجوده، الاناديل موجوده، بس كل سنه في نفس الوقت في شهر 6 وفي شهر 7 بتظهر الاناديل. لكن الاناديل اللي موجوده على شط بورسعيد اناديل مش سامه، اناديل ما بتموتش. اناديل اللي موجوده في شط بورسعيد اقل بكتير جدا من اي انديل موجود على الشط. لازم الناس تعرف ان شط الغردقه وشط شرم الشيخ فيهم اناديل، لكن الاناديل اللي موجوده على شط بورسعيد اناديل غير سامه، اناديل ما بتموتش. خلينا نسمع من الناس ضيوفنا. تعرف بيك؟ وليد احمد البسيوي، مؤجر شماس في شط بورسعيد. وليد، الاناديل اللي موجوده على شط بورسعيد اللي هو منها موجود انديل معاك دوت، دي اناديل سامه؟ سامه يا فندم طبعا. الاناديل دي بتموت؟ لا طبعا. طب ممكن تحط لنا الاناديل دي كده على جسمك كده، تورينا الاناديل دي بتعمل ايه؟ طيب الاناديل دي بتظهر كل سنه؟ كل سنه في شهر 6 و7 وفي 8 عشان الصياده بس. طيب بالنسبه للسنه اللي احنا موجودين فيها ديت، الاناديل اكتر من السنين اللي فاتت ولا زي السنين اللي فاتت؟ هي نفس السنين اللي فاتت طبعا، مش اكتر. طيب انت بتفسر بايه ان في حمله بتقول ان الاناديل دي اناديل سامه، وبتناشد الناس ان هم ما ينزلوش الشط وما يجوش شط بورسعيد؟ طبعا الكلام ده كله كذب. القنديل عمره في البحر بتاع بورسعيد، لان بورسعيد كمان شط امين بناسه وجمهوره. طيب في اي حالات اصابات حصلت في المكان اللي حضرتك مسؤول عنه من الاناديل، او حد مات، حد اتصاب اصابه خطيره من الاناديل؟ عمرها ما حصل يا فندم طبعا الكلام ده خالص. وبالسنه دي تحديدا ما فيش اي حاجه حصلت من دي؟ لا يا فندم طبعا. طيب اتكلم مع احد المنقذين. طيب خلينا ناخد لقاء مع حد من اللي كانوا موجودين في البحر. اتعرف بيك؟ احمد فضل. احمد، انت نزلت البحر النهارده؟ اه. انت منين الاول؟ انا من بورسعيد. من بورسعيد. نزلت البحر النهارده؟ اه. طيب شفت كام قنديل في البحر وانت جوه البحر النهارده؟ لا ما شفتش جوه البحر، بس شفت هنا على الشط يعني. طيب اتقرصت او جالك اصابات خطيره في جسمك او اي حاجه من الاناديل؟ خالص ما فيش اي حاجه خالص. يعني البحر، انت يعني لو قلت البحر، انت طبعا من بورسعيد وبتيجي البحر كل سنه، هل السنه ديت مختلفه عن السنين اللي فاتت؟ لا عادي خالص زي اي سنه عادي. يعني الاناديل، يعني كل الناس اللي موجودين في البحر دول ما فيش عندهم اي مشكله؟ لا خالص. اتعرف بيك؟ محمد حميد. انت نزلت البحر النهارده؟ أنا لسه طالع من الماء دلوقتي. لسه طالع من الميه. اخبار البحر ايه النهارده؟ كويس تمام والله. انت بتيجي كل سنه هنا بحر بورسعيد؟ كل سنه باجي. في حاجه مختلفه السنه دي؟ لا ما فيش حاجه عادي. وانت في البحر قابلت كام قنديل؟ ما قابلتش حاجه انا شفت بس على البر بس. طب احلف كده. وربنا. اتكلم مع احد المنقذين. اتعرف بيك؟ محمد وائل. استاذ محمد، انت هنا منقذ على الشط. طيب كلمنا عن ظاهره الاناديل اللي موجوده حكايه في اناديل سامه دي، حكايه اناديل سامه دي مش موجوده، بس في اناديل لان ده الموسم بتاعها وكل سنه كده، بس موجوده. لكن حته ان اناديل سامه والكلام بتاع الفيس ده مفيش اي حاجه، احنا بننزل بنتقرص واحنا نازلين وكل حاجه، بس اناديل سامه دي مفيش. حتى لو طلعت فوق معانا على الكازن واحنا واقفين فوق انا بشوف الاناديل ماشيه، بس هي موجوده، لكن سامه دي مش موجوده. ما بقول لك هي دي طبيعه الاناديل، 6 و7 ده اناديل، بس ما فيش ولا اناديل ولا سامه ولا حاجه، ولا تشوف الناس في الميه. هي لو الناس في الميه ما حدش هينزل الميه، يعني لو واحد اتلسع واللسعه اذته ما مش هينزل الميه اكيد يعني. يعني الناس موجوده في الميه عادي، وفي اناديل، يعني احنا مش هنقول ما فيش اناديل. عارف ان في اناديل، بس اناديل زي كل سنه. زي كل سنه، ده موسم معروفه كل سنه. ماشي، ما هو كل سنه ده ميعاد الاناديل ومعروف، احنا بننزل برضو عارفين ان في اناديل وبننزل احنا نتقرص. ما احنا عارفين قرصه عاديه صغيره، انت دي مش قرصه قنديل، قرصه قنديل بتسيب علامه، وده دي حاجات الرذاذ اللي في الميه بس. لكن لو قنديل مسك فيه القرصه هتضطر العلاج وحاجات من دي. بس حته اناديل السامه دي اللي نازله على الفيس وعاملين كلام عليها كتير مش موجوده، هي اناديل عاديه. يعني المنقذين والناس اللي موجوده المسؤوله على الشط بتاكد ان ما فيش اناديل سامه في بورسعيد. طيب انتوا كمنقذين وانتوا واقفين، هل جالكم النهارده اليوم اللي احنا بنسجل فيه دوت، في اي حد اتصاب اصابات خطيره واتنقل للمستشفى؟ ولا اي حاجه. خطيره لا، لكن ما فيش اي حاجه. يوم العيد وما فيش الكلام ده. كنت انا يوم العيد. انت نزلت البحر؟ نزلت البحر. اتقرصت؟ لا ما فيش الكلام ده.
طب شفت كام قنديل في البحر وانت جوه البحر؟ ما شفتش على البحر، انا شفت على البر ما فيش، انما على البحر ما فيش. طيب انت وعيالك طبعا بتنزلوا او انت وقرايبك او طيب في حد فيكم اتصاب اصابات خطيره؟ لا ما فيش الكلام ده، ما فيش. شكرا جدا لحضراتكم. هو ده كان رأي الناس في الاناديل السامة اللي اتقال انها سامة وبتقتل الناس. شط بورسعيد بشكل قاطع شط آمن جدا. الاناديل اللي ظهرت زي الاناديل اللي بتظهر كل سنة، لا بتموت ولا بتقتل. قولوا للناس كلها تيجي بورسعيد، ما عندناش مشكلة على شط بورسعيد. شط بورسعيد آمن بشهادة كل الناس. شكرا.